شغال؟ بص انت اتحرك براحتك وانا همشي وراك، انا هقول اللي انا عايزه في الفيديو. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا حاليا في امريكا في ولايه الينوي، مدينه شيكاغو. انا مش جاي افرجكم على البين وعلى الحاجات دي، انا جاي اتكلم كلمتين كده على حاجات جديده اتعلمتها ما كنتش اعرفها لمده 35 سنه. ومن الفيديو ده لو انت مهتم بالسياسه او بالاقتصاد هتسمعني بتكلم في حاجتين كده، كل ما اتعلم حاجه هاجي اقولها لك. انا مع سفاره امريكا في مصر في رحله لامريكا بنزور 5 ولايات، فخد بقى اللي انا فهمته. انا كنت فاكر ان امريكا عباره عن الولايات المتحده الامريكيه 50 ولايه، زي محافظه كده في مصر زي الجيزه وحلوان والقاهره. مش عارف حلوان محافظه ولا لا دلوقتي. وكل محافظه ليها محافظ اللي هو محافظ الولايه وبيريبورت الرئيس البلد. على ايامي اول ما اتولدت كان كلينتون وبعد كده بوش ومش عارف ايه. اكتشفت ان انا كنت جاهل كبير جدا جدا جدا. ولو انا في الفيديو ده قلت حاجه غلط، مع اني مش هقول لان انا واخد المعلومات دي منهم، حد يصلحها لي. امريكا عباره عن 50 ولايه متحده مع بعض، كل ولايه عباره عن بلد لوحدها. الولايات دي متحدين مع بعض في 3 حاجات بس: السياسه الخارجيه والعمله والدفاع المشترك عن بعض. غير كده كل ولايه ليها علم، ليها حاكم، ليها مجالسها، ليها الشرطه بتاعتها المختلفه عن الباقي، ليها قوانينها في التعليم وقوانينها في ولايه عباره عن بلد لوحدها. فامريكا عباره عن 50 بلد لوحدها، وفي النهايه متصلين مع بعض عن طريق المجلس بتاعهم اللي هو الكونجرس. حاكم الولايه رئيس البلد ملوش كلمه عليه. يعني ممكن فعلا، وشفتها في المسلسل وكنت مستغرب جدا، ان تنزل طياره رئيس الولايات المتحده الامريكيه في ولايه، يوم الحاكم بتاعها يقول له لا انت مش هتنزل عندي. رئيس الولايات المتحده الامريكيه ملوش الكلمه القصوى على كل ولايه، لان كل ولايه بلد لوحدها. فمثلا احنا زرنا نورث كارولاينا، فلقينا ان هناك العربيات ملهاش نمره قدام. في شيكاغو ليها. ليه؟ لان الداخليه بتاعت نورث كارولاينا ليها قوانينها، والداخليه بتاعت شيكاغو ليها قوانينها. ال50 ولايه دول اتحدوا مع بعض، وكل ولايه بتطلع عدد ممثلين معين هنتكلم عليهم في فيديو تاني، عشان يبقى في الاخر الكونجرس الامريكي. فانا دلوقتي في شيكاغو اللي هي مش ولايه، هي عباره عن مدينه في ولايه كبيره اسمها إلينوي. شيكاغو دي ثالث اعلى اقتصاد في امريكا. عندك في ولايه زي كاليفورنيا اللي هنعتبرها بلد صغيره في امريكا، دي كبلد صغيره اقتصادها من اعلى الاقتصاد، يعني كولايه لوحدها اقتصادها اعلى من تقريبا من كل الدول العربيه. ودي حاجه غريبه جدا. انا كنت فاكر ان هم عباره عن محافظات وترامب ماسكهم مثلا، او تيفر اللي ماسك البلد ماسكهم، ولا بايدن. لا، هي كل ولايه بتركب لها بطياره بتنزل ليها قوانينها. في ولايات ان انت تدخل يمين لازم تستنى الاشاره تفتح، في ولايات لا. فانت بجد في امريكا كل ولايه بلد. فانا دلوقتي مثلا جيت مع السفاره دي سي اللي هي واشنطن دي سي مش ولايه، وهبلغك ليه في فيديو تاني. لكن بقيه الولايات انت بتاخد طياره تنزل على ولايه انت في بلد تانية مختلفه تماما. العمله دولار بس. كل بلد يعني كل ولايه ليها السيستم بتاعها. الفيديو الجاي هنتكلم اكتر في السياسه، استنى لو انت مهتم. لو مش مهتم اقلبه. باي باي. وانت بتتمشى بقى في الولايه دي كده بتاعت شيكاغو، هتكتشف ان الولايه دي كانت ممسوكه قبل كده من المافيا. كان ممنوع حد يبني او ياخد خرسانه في اي مبنى من هنا من غير ما يرجع للمافيا. والولايه دي كان فيها اعلى برج في العالم لفتره طويله جدا. والولايه دي فيها اول ناطحه سحاب اتعملت في امريكا. والمبنى اللي انا فيه ده بيفكرني بمعرض المستقبل اللي في الامارات. شيكاغو از ماي فيفورت لغايه دلوقتي. بص اللي ورايا دي اول ناطحه سحاب اتبنت في العالم كله اللي كنت بحكي لك عليها. اتبنت سنه 1885، خدوا سنه في بناها. انا مش عارف هي ازاي بصراحه ناطحه، يعني سحاب ايه اللهبل اللي هينزل تحت، بس هنمشيها لهم ان شيكاغو كان فيها اول ناطحه سحاب في العالم اهي. والله ما كذبت عليك، والله الجو برد وتعبان. يلا سلام عليكم. ان شاء الله كنت قافل الفيديو فتحته تاني. بص هقلب لك الكاميرا اثبت لك كلامي بالحجه والدليل. تعال مثال بسيط على اللي بقوله. مثلا دي عربيه ليها نمر قدام، دي عربيه ليها نمر قدام. العربيه دي مالهاش نمر قدام، دي جايه من ولايه تانيه.